ومحمود الاسيوطي وماجد سامي وايمن الشريعي وحسام الزناتي ومحمد فضل. اتمنى ان الكره المصريه تتخلص يعني من الاسماء اللي وصلتنا للي احنا فيه واللي احنا. انا خلي بالكم، انا بس الناس تبقى فاهمه، انا الاعلامي الوحيد اللي بقاله سنتين بيحارب لوحده. ربنا يعلم يعني كم الضغوط اللي اتعرضت لها ان انا اسكت، وما رضيتش اسكت ومش هسكت. آه، عشان كده انا بقول لكم انا متفائل خير ان شاء الله بالانتخابات اللي موجوده. هيبقى في اسماء تستحق ان هي تدير الكوره في مصر، ناس بتفهم في اداره المؤسسات، ناس عندهم خبرات في الاداره الرياضيه، ناس متعلمه، ناس ما عندهاش اجندات بتنفذها، ناس جايين عايزين ينفذوا المصلحه. والعنصر الاساسي اللي هينجح اي حد هيجي في اتحاد الكوره انه لازم يبقى جاي بالباور ان هو اقوى من الاهلي والزمالك واقوى من كل الانديه. انا اتحاد الكوره، انا الرابطه، انا اللي بقرر. انت لازم باخد رايك، لكن لازم ان انت في النهايه المصلحه العامه هي اللي تحكم. فزي ما بقول لكم انا عندي امل كبير ان يعني في متغيرات او تغيرات كبيره هتحصل ان شاء الله. الكره المصريه هتشوف خير الفتره اللي جايه. هل حازم امام ظلم بتواجده في المجلس الحالي؟ طبعا طبعا. انا قلت للكابتن حازم خش. انا لما سمعت الاسماء قلت له انت هتخش رئيس يا ما تخش نائب رئيس يا اما ما تخش. كتير في ان هو يخش عضو في رايي كان تفكير خاطئ، لكن حازم امام اسطوره. قد يكون عنده بعض الاخطاء الاداريه زينا كلنا، زي ما احنا شغالين بنغلط، لكن كابتن حازم امام ان شاء الله باذن الله هيقف مره ثانيه في مكان كويس و... و... واكيد هو اتعلم من الاخطاء اللي هو وقع فيها في الفتره اللي فاتت، ولما يجي يشتغل مره ثانيه الاخطاء دي مش هتبقى موجوده. شايفه المرة الجاية يكون في الزمالك ولا في اتحاد الكورة انا كمان؟ بتمنى ان حازم امام في يوم من الايام يبقى رئيس. اتمنى ان هو يخش حضن الزمالك. خلاص كفايه اتحاد الكوره، وجه الوقت اللي حازم امام لازم يبقى موجود فيه في شركه الكوره في الزمالك الاول. في شركه كوره بتتعمل بشكل كويس. انا بتمنى ان يكون فيها ايمن عباس ويكون فيها حازم و... وبتمنى ان الناس اللي فعلا عايز تخدم النادي، كل الناس الكوميتي اللي موجودين في شركه الكوره وفي هيكله شركه الكوره، واعتقد ان ده بيترتب له الفتره اللي جايه. ايه موقفك لو عرض عليك التواجد في احدى قوائم انتخابات اتحاد الكورة سواء كعضو او نائب؟ والله بص، انا ما عنديش اي تفكير في الدخول في اتحاد الكوره. لو دخلت في العمل العام اخش في نادي الزمالك. دي الحاجه اللي انا ممكن اخش فيها. انما في اتحاد الكوره لو اتعرض عليا ممكن منصب ان انا ابقى تكنيكال دايركتور او مساعد لتكنيكال دايركتور كبير في لجنه فنيه بتاخد قرارات لمصلحه الكوره، دي حته ممكن افكر فيها. انما كانتخابات بتاع الكوره، المنتخب الاولمبي شايفه ازاي وتوقعاتك ليه في الاولمبياد؟ المنتخب اللي انت هيصعد ان شاء الله باذن الله. معانا مدرب كويس، عندنا ميزه المجموعه دي ممكن يكونوا على مستوى كافراد مش احسن من اجيال ثانيه، لكن انا شفتهم بيلعبوا. الشباب دول بيحاربوا عشان بعض. فرقه سوليد يعني، فرقه مؤسسه كويس. عندنا مدرب عنده خبرات في الاولمبياد. عندنا لعيبه كبار اعتقد ان هم زيزو والنني هيكونوا عندهم دوافع كبيره جدا ان هم يثبتوا نفسهم. هل النني قادر يدي يا كابتن؟ النني ما تخافش عليه. خلي بالك من اسلوب لعب النني. الفتنس بتاع الماتشات بيأثر على اي حد. انت شفنا في اوقات كتيره النني كان بعيد ولا كان بيلعب، كان بيبقى كويس مع المنتخب. ماتش الجزائر كان احسن واحد في الملعب وكان بقاله 4 شهور ما بيلعبش. صح جميل. بالظبط. الماتش كان الماتشين بتوع زامبيا يعني الجزائر في النقط. صح؟ كان احسن واحد. النني شخصيه كويسه جدا، وانا سعيد جدا ان هو موجود في وسط الولاد بتوع المنتخب البنتي، لان خلي بالك المرحله العمريه دي مهم جدا ان اللعيب الكبير يكون فعلا مؤثر على الشباب بره الملعب كمان، يكونوا بياخدوه كقدوه وانه بيقتدوا بيه. والنني وزيزو بصراحه قدوه لاي لعيب صغير. وهنصعد ان شاء الله من المجموعه دي، وان شاء الله سكتنا تبقى كويسه بالموسم. في المنتخب الاول كان دايما زيزو عنده مشكلة التوظيف بسبب وجود صلاح. هل في المنتخب الاولمبي نشوف مكانه الطبيعي بقى ويأدي كده؟ طبعا انا وينج رايت، هم واخدين وينج رايت. يعني انا اعتقد ان هيبقى زيزو، اسامه فيصل، وابراهيم عادل، وفي نص الملعب النني وصابر وشحاته وكوكا.
يعني واحد من الناس دي اعتقد ان هو ده الشكل، يعني زيزو هيلعب وينج رايت. لو خطوة للخلف كده بتقيم ازاي موقف تمسك الأهلي بعدم انضمام عبد المنعم وإمام عاشور؟ هل شايف إن هو كان محق بسبب جولات الحسم في الدوري ولا ده يعني حاجة فوق الدوري أصلا؟ بص انا شايف إن خلاص يعني ايه، آه، اللي كان هيبقى غير طبيعي هو ان انت ما تبعتش اللعيبه الصغيره اللي تحت السن. مم. اللعيبه الكبار ده بونص، انت بقى عايز تعملها دي حاجه من عندك، لا اقدر اقول لك غلط ولا صح. انما الكلام في ان ابراهيم عادل ما يروحش ولا كوكا ما يروحش ولا بتاع ده بقى كان هيبقى خطوط حمراء، لان دول لعيبه تحت 23 سنه وده المنتخب بتاعهم، مفيش هزار يعني. فبالعكس الاهلي خد قرار ان هو محتاج اللعيبه بتاعته، في انديه ثانيه خدت قرار ان هي محتاجه اللعيبه بتاعته. على فكره الزمالك لو كان بينافس ما كانش هيبعت زيزو، انا بقول لك بكل صراحه، احنا اول ناس يعني هنبقى كنا معترضين على ان احنا نبعت زيزو، لكن اللعيبه الصغيره اللي تحت السن ما حدش يقدر يتكلم فيه. مم. حق الزمالك ما قدرش يقول انا مش هبعت حسام عبد المجيد، ما قدرش يقول انا مش هبعت آه، ايا كان انا اللعيبه اللي هي تحت السن. يعني خلاص اللعيبه فضلت موجوده واللعيبه الصغيره راحت وده خير للناس كلها. تقييمك لكابتن حسام حسن على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى التعامل الشخصي مع الجماهير والإعلاميين في الفترة اللي فاتت؟ كابتن حسام حسن يعني لو لو ما اتكلمش في الاعلام هو وكابتن ابراهيم وحد من حديثهم في الاعلام يبقى فرص نجاحهم اكبر بكتير. كل المشاكل على فكره اللي حصلت لكابتن حسام وكابتن ابراهيم الفتره اللي فاتت لو بصيت عليها هتلاقيها من الاحاديث مم. الاعلاميه ومشاكل بره الملعب. انما جوه الملعب طبيعي ان انت تتغلب من كرواتيا. مم. جوه الملعب في اخطاء موجوده هتاخد وقت ان كابتن حسام يعرف يصلحها، انما المشاكل كلها اللي فعلا الجهاز ده واجهها هي مشاكل حديث اعلاميه، وفلان قال وانا برد على فلان، ومحتاجه تنسيق بشكل اكبر. المنتخب بتاعنا محتاج منسق اعلامي كبير صاحب خبرات كبيره، يكون مش منسق اعلامي بس، يكون كمان مستشار اعلامي، ميديا كونسلتنت، حد يكون اسمه كبير يقول للناس يا جماعه لا ما ينفعش اتكلم وده على فكره مش عيب. انا النهارده لو انا كنت حسام او كنت ابراهيم انا كنت لعيب كوره جامد اسطوره ومدرب كويس، مش شرط ان انا اكون بعرف اتكلم في الاعلام كويس، مم. دي محتاجه خبرات كبيره جدا. فايه المانع ان يبقى في واحد زي استاذ حسن المستكاوي ولا استاذ فتحي سند ولا واحد من الساده الصحفيين الكبار اللي عندهم خبرات كبيره اللي يقدروا ينصحوا الناس يا جماعه في حاجات ما ينفعش نقولها دلوقتي، في حاجات تتقال بشكل معين يبقى شكلها احسن. اتمنى ان المنصب ده يبقى موجود يعني، ما تبقاش فكره على فكره المنسق الاعلامي. المنسق الاعلامي ده بريس اوفيس ماشي اوكي، مم. يعني وضب لك الانترفيو وضب لك المؤتمر ايه اللي هيتقال في المؤتمر، ميديا بريس اوفيس. انما المستشار الاعلامي يقول لك امتى تتكلم ازاي تتكلم. بالظبط، يعني خلي بالك تتفق او تختلف معاك. انا كنت حاضر الوقت اللي كابتن مدحت شلبي كان ماسك فيه المنسق الاعلامي بتاع اتحاد الكوره، اتحاد الكوره ما كانش عنده اي مشاكل في الاعلام، مم. لان مدحت شلبي عنده خبرات كبيره جدا. كان بيقعد يقول لهم يا جماعه لا نستنى شويه، طلع البيان ده بعد شويه، لازم البيان ده يخرج في 24 ساعه. انت محتاج حد بالمواصفات دي جوه اتحاد الكوره، يكون فعلا ولاءه لاتحاد الكوره، ولاءه الاول والاخير للمنتخب واتحاد الكوره. كابتن حسام وكابتن ابراهيم يعني متاكد ان شاء الله ان هم هينجحوا، ان هم يعني جات لهم الفرصه ويستحقوا الفرصه دي. لكن نصيحتي ليهم وانا قلت لهم الكلام ده على المستوى الشخصي، يعني انا ما بحبش اقول حاجه في الاعلام ما كنتش قلتها لحد على المستوى الشخصي. لازم يبقى في مستشار اعلامي، ولازم الحد من الاحاديث الصحفيه، الحديث بتاع كابتن حسام بعد الماتش اللي فات اللي كان في مم. افريقيا، خد الناس كلها ما خلاش حد يتكلم عن الماتش، بالظبط. يعني ان الناس كذا وفي ناس عايزينها تخسر. في وقت من الاوقات كابتن حسام لازم يتفرمل، لازم حد يبقى معاه ان هو لا مش هتتكلم دلوقتي، خلينا استنى يومين نفكر شويه. ده لو كابتن حسام وكابتن ابراهيم تخطوا الحته دي وقدروها بشكل كويس، انا طب متوقع ان في الملعب مع عوده صلاح مع الامور ماشيه كويس مع الدعم الكبير. على فكره في ناس تطلع تقول ان حسام ابراهيم الداعين، لا، اكتر مدربين وطنيين واخدين دعم من الدوله هم كابتن حسام وكابتن بالظبط. ابراهيم، على كل المستويات، على كل المستويات واخدين دعم كبير جدا، وهم لازم يبقوا فاهمين الكلام ده. عشان كده انا استغربت من حديث الكابتن حسام بعد الماتش بتاع ان الناس عايزانا نتغلب وفي ناس مم. كده، بالعكس الناس كلها عايزاكم تنجحوا، وكل ده انتوا دوله كامله واقفه. طبيعي ان هيبقى عندك اعداء، وطبيعي ان هيبقى عندك انتقادات ناس، فنيه كمان. لا وطبيعي ان انت هيبقى عندك ناس مم. بتصفي حسابات معاك. ما هو انت برضه كابتن حسام وكابتن ابراهيم مش ملائكه، يعني دول بالظبط. يعني كابتن حسام طبيعه شخصيتهم مم. ممكن في وقت من الاوقات زي شويه بقى لهم سنين بيتخانقوا مع ناس،
خانقوا مع ده ووقع، فده زعلان منه وده شايل منه وده كذا وبتاع. في ناس بتصفي حسابات، لازم انت تبقى متوقع كده. طالما ارتضيت بالعمل العام وان انت تبقى مدرب المنتخب، لازم تتوقع ان في ناس هتخبط فيك، وناس هتبقى بتصفي حسابات معاك، لان هو ده انت جيت له على حاجه. تعالى، مش انت بقى بقالك كذا، تعالى. في ناس بتتعامل في ناس اسلوب تفكيرها كده، فلازم تبقى متوقع الكلام ده. انما الناس كلها بتدعم كابتن حسام وكابتن ابراهيم وان شاء الله هينجحوا مع المنتخب. يعني شايف ان الكيمياء مع صلاح بقت تمام، ولا اه، هو اللي التواجد من اجل المنتخب بين الاثنين؟ الاحترافيه لازم تبقى العنوان ما بين العلاقه ما بين كابتن حسام وكابتن ابراهيم وصلاح. في في اوقات معينه الاحترافيه بتبقى مطلوبه. انت المدرب، انت مدير الكوره، انا كابتن الفرقه، انت ادوارك انا ادواري، انت تقول لي ادواري، لازم نتفق على كل حاجه من الاول، لازم كل حاجه تبقى كلير. في بعض العلاقات وبعض المواقف الايه العواطف ممكن تحكم الامور، وحاجات نفوتها لبعض. لكن الموقف اللي فيه صلاح وحسام وابراهيم لا يحتمل اي شيء الا الاحترافيه. اي شيء الا الاحترافيه، ان انا كل حاجه تبقى ماشيه باحترافيه كبيره جدا، لان اي حاجه هتخرج بره الاحترافيه هتتسبب في مشاكل، في مشاكل في مشاكل تانيه. انا كنت سعيد جدا بالصوره اللي ظهرت في المعسكر الاخير، العلاقات كويسه، صلاح انضم، واعتقد ان اللي جاي هيكون التمست العذر لصلاح في البدايه، ولا شفت ان ما كانش عنده حق؟ لنهايه ايه. يعني كان في كلام دايما ان هو غاضب من بعض التصريحات اللي قالها حسام حسن وقت الاستوديو التحليلي، واحنا الوزير اشرف صبحي قال لنا ان هو تدخل يعني في الموضوع بنفسه عشان يحل الازمه بين الاثنين ويعيد العلاقات. يعني شايف ان صلاح كان خلاص حسام حسن جاء انا لازم انسى كل اللي اتقال، ولا كان ليه حق ان هو يزعل شويه هو من برضه فكره ادعاء الاصابه ومغادره المعسكر والكلام اللي زي طيب كده؟ هو برضه يعني لازم صلاح كان يفكر في الصوره الكامله. م. يعني ايه يفكر في الصوره الكامله؟ صلاح عارف يعني ما ينفعش انا اخد نص قصه واعيش بيها. ما ينفعش ايه اخد نص كلام كده، ايه نص الكوبايه دي وامشي بيها واسيب نص الكوبايه التاني. هل النهارده القصه بادئه منين؟ هل القصه عند كابتن حسام وكابتن ابراهيم بادئه من ان هم انتقدوا صلاح فصلاح زعلان؟ لا، القصه بادئه من ان حسام وابراهيم متاكدين مليون الميه ان صلاح لعب دور كبير جدا في تاخر وجودهم في منتخب مصر. م. يعني يعني دي معلومه مؤكده. م. وصلاح هو لو طبعا بالنسبه لهم يعني اقصد. مؤكده مليون الميه. م. تمام. م. فالنهارده انت لازم لما تيجي تحكم على الامور تشوف انت عملت ايه، وهل الكلام ده ممكن يكون وصل للناس ولا لا، والناس دي بتعمل معاك كده ليه؟ م. صلاح ما فكرش كده. صلاح فكر ان انا المشهد الاخير. ايه الناس دي بتنتقدني فانا زعلان، لا خلاص مش وده حصل على فكره. بالظبط. انا بقول لك ان الحقيقه ان صلاح كان زعلان من التصريحات دي. بس الناس دي قالت التصريحات دي ليه؟ الناس دي قالت شايله. تصريحات شايله. م. عندهم معلومات مؤكده ان انت كنت بتقول حسام وابراهيم لا، وعندهم معلومات مؤكده ان انت كنت بتقول لو حسام وابراهيم جم انا مش هاجي. م. عندهم المعلومات دي مش مختفيه عنهم يعني. فانا عشان كده انا بقول لك ان كنت اتمنى ان صلاح يبقى شايف الصوره كامله، ويبقى مدي العذر للناس ان ممكن يكون الكلام ده، بلاش تقول ممكن يكون الكلام ده وصل لهم بالشكل ده. م. في النهايه هم الثلاثه نجوم كبار، هم الثلاثه اساطير، وهم الثلاثه اكيد دلوقتي في مرحله زي ما قلت لك ان الاحترافيه بتحتم عليهم عشان ينجحوا. هم خلي بالك صلاح عايز ينجح، حسام وابراهيم عايزين ينجحوا، وهم كلهم محتاجين بعض. حسام وابراهيم محتاجين صلاح يبقى في احسن فتره ليه، وصلاح محتاج ان حسام وابراهيم ينجح. ده نقطه. النقطه الثانيه، انا دايما بفكر بقول ايه، انا لو مكان صلاح كنت هبقى اسعد واحد في الدنيا ان جه ناس نجوم كبار تشيل عني. م. يعني هو صلاح الفتره اللي فاتت كلها طالع على المسرح ليه؟ مدير فني اجنبي، انت النجم، كلنا مرينا بالظروف دي. م. انما لما يكون حسام وابراهيم موجودين معايا هم اللي هيشيلوا، م. هم اللي بيشيلوا يعني كنت متوقع ان صلاح يبقى اذكى في القصه دي، لكن في النهايه هو خد الموضوع على الهادي. انا مصاب، النادي بيبقى خد الموضوع ايه باحترافيه. ولما جه الدنيا يعني ايه فكت، جه المعسكر وخلاص. أزمة الباك ليفت والجول كيبر في مصر، شايف حلها ازاي؟ ومين اللي يعني بداية كده شوبير يكمل في الأهلي أساسي، ولا الشناوي في حالة البقاء؟ وبالتبعية شايف المركز ده ازاي في منتخب مصر، وكذلك الباك ليفت مع تراجع أحمد فتوح؟ يعني فتوح وهو واقف على ان هو باك ليفت في منتخب مصر. مم. احنا عندنا برضه اعتقاد في مصر ان الباك ليفت ما ينفعش يبقى ايمن. يعني ايطاليا لعبت تاريخها مم. كله كل باكات ليفت بتوعها يوم. كانت بتلعب مالديني. بثلاثة يا كابتن أو لا 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 بخمسة. لا لا، بيلعب اربعه. مالديني في مم. اربعه، كان بيلعب مالديني ايمن بيلعب مم. باك ليفت.
زمبروتا مم. ايمن كان بيلعب باك ليفت. عندهم كابتن ربيع ياسين عندنا طبعا يعني أصلا. عند الفكره. يعني انت النهارده انا في رايي احسن باكين ليفت في مصر دلوقتي عمر جابر مم. وكريم فؤاد. مم. يعني هتيجي النهارده تسالني تقول لي مين الباكين ليفت اللي هم احسن باكين ليفت في مصر، الاثنين يوم. عمر جابر لما بيلعب باك ليفت 10 على 10، وكريم فؤاد 10 على 10. بس هي الفكره يا كابتن في الناحيه اللي قدام دايما لما بيجي لهم الكوره لازم يلف تاني مش عشان يعمل مشكله، العرضيه، ما ايا بيعرفش يعمل كان. العرضيه بالشمال انا قصدي خالص. هو طبعا الافضليه لازم دايما لو في واحد اشول، اشول اه طبعا. لكن لو ما فيش مش عيب ان انت تلعب تعتمد على ايمن اه. عادي، تلعب مم. ويشتغل في الحته دي ويشتغل عليها كويس. بالعكس على فكره اللعيب الباك ليفت الايمن لما بيلعب قدامه وينج ليفت اشول زي صلاح او زي مصطفى فتحي فبيبقى اسهل عليه ان هو يدافع عليه، لان بيدافع على مم. رجله على رجله الاقوى. الاقوى. مم. وهي على فكره هم لما الطلاينه لما جم يفكروا يلعبوا باك ليفت ايمن كانت دي فكرتهم. مم. لا ان دفاعيا يكون قوي. دفاعيا يكون قوي، يكون جوه الملعب قوي، فليها مزايا وليها عيوب. ليها مم. لعيب اللي انت قلت عليه ان انت لما بيوصل الثلث الاخراني بيضطر ان هو يرقص اه. الثاني. لكن اللعيبه الاذكياء اللي بيلعبوا في الحته دي ما بيتحركوش لبره كتير، مم. بيشقوا الملعب جوه. يعني انت لو شفت كل زمبروتا جنب الكره والكره بتتلعب تلاقيه داخل لجوه. جوه قلب عمر جابر الملعب. دلوقتي قوته ان مصطفى شلبي لما بيستلم الكره على الخط عمر بيقطع لجوه، مم. ما بيستلمش الكره على الخط كتير. مم. والجول كيبر الشناوي ولا؟ الشناوي هو في حالته هو الجول كيبر بتاع نمره واحد في مصر، مم. بس يبقى في حالته. يعني لازم ان هو مم. برضه انا حاسس ان هو متاثر بالضغوط اللي حواليه، هو مش متعود ان يبقى في حد بيدبب وراه بالشكل ده. لازم نفسيا يبقى مستعد للخناقه دي، لان هي مم. خناقه كبيره. يعني انت النهارده تحافظ على مكانك وعندك جول كيبر صغير واخد دعم كبير وعنده اتزان نفسي كبير، لازم انت كمان يبقى عندك نفس الاتزان النفسي. بمناسبة يعني الباكات، شفت ازاي تصريحات كابتن ايمن منصور ان حضرتك ظلمت نجلي الاثنين احمد ومحمد والله في يعني الزمالك؟ انا بحترم كابتن ايمن منصور بشكل كبير جدا، راجل حبيبي يعني. انا اتفاجئت من التصريحات دي وهي بتستدعي ان انا لازم اكلم كابتن ايمن واوضح له الحقيقه. ان الحقيقه بتقول ان احمد ومحمد مم. يعني هما الاثنين لعيبه كويسه، هما الاثنين ولاد النادي، لكن احنا في الوقت ده كنا في وقت تغيير جيل لو تفتكروا. في لعيبه كبار كتيره ماشيه، كنا بنتعاقد مع اكثر من 15 لعيب. مم. وما منهم عبد في الواحد السيد. منهم كابتن عبد الواحد السيد وقتها. عبد الواحد كابتن. لا انا قصدي اللي هم مشوا يقصد وقتها يعني. يعني لا انا قصدي اللي انا قصدي عليه ايه؟ لا عبد الواحد اسطوره. واحنا عبد الواحد على فكره لما مشي احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا، كان قرارنا كلنا، ما كانش قرار مين. كان متقبل يا كابتن. طبعا مم. خلاص يعني كان قرارنا كلنا، لكن اللي انا بقول لك عليه ايه؟ لو تفتكروا وقتها يعني برضه مهم جدا انا اتصل بكابتن ايمن، يعني ان علاقتي بيه تسمح ان انا اتصل بيه واوضح له الحقيقه. لو تفتكروا ساعتها مفيش ولا لعيب صغير قعد في النادي، كل اللعيبه الصغيره مشيت، يمكن مفيش حد قعد يمكن الا اوباما ومصطفى فتحي كان عدى السن. انما كان ساعتها عمر اسماعيل يوسف مشي، عبد المجيد مشي، في ناس طلعت اعراض وفي ناس مشي، محمود خالد شيكا مشي. وبكل صراحه في الوقت اللي هم الولاد اتصعدوا انا بالعكس انا كنت اكتر واحد اتمنى ان أنا اخدمهم، اكتر واحد اتمنى ان انا مم. اخدمهم وان انا اخدم كابتن ايمن. في الوقت اللي هم طلعوا فيه فعلا كان مستواهم لا يؤهلوا للعب في الزمالك. ده نمره واحد. نمره اثنين كابتن ايمن منصور ممكن يكون نسي، بس مين اكتر من واحد في نادي الزمالك كان بيحارب ان احمد لما مشي كويس في مصر ان هو يرجع الزمالك مره ثانيه؟ انا انا اللي كنت بروح لامير واقول له احمد ايمن منصور لازم يبقى كابتن ايمن عارف الكلام ده. ساعات المواضيع لما تكون بتتعلق باولادك العواطف وقت يعني العواطف بتغلب عليك. ده مش مع كابتن ايمن بس، معايا انا كمان، مع علي في عاطفه، مع ده ولاده. فانا مهم جدا ان انا من خلال اللايف ده في المصري اليوم ان انا اوضح الحقيقه وانا اكلم كابتن ايمن. يعني علاقتي بيه تسمح لي ان انا مش زعلان منه ان هو قال كده، بالعكس انا دوري ان انا اوضح له الصوره اللي واصله له. ممكن يكون على فكره حد قال له ده ميدو ليه؟ صاحب يعني الموقف ده. يعني هو انا صاحب القرار طبعا، مم. لكن في حد يكون ممكن يكون موصل له الصوره بشكل خاطئ، والناس اللي بتحب تعمل الخير في الحاجات دي كتير يعني. هنشوف علي احمد حسام يجي امتى بقى في الفريق؟ علي شغال كويس مع الفريق. علي احسن مهاجم في قطاع الناشئين، هو وايمن امير عبد العزيز، دول احسن اثنين مهاجمين في قطاع الناشئين. علي مش عشان ابني، علي لعيب كويس جدا وبيعرف يجيب جون وراجل، راجل وعقليته احترافيه.
دي اللعيبه اللي الزمالك محتاجها. هو دلوقتي بيتمرن مع الدرجه الاولى، لكن انا طبيعتي ان انا ما بحطش اي ضغوط على حد، ولا حتى بروح النادي اتفرج على التمرين، ولا بكلم حد من الجهاز. هو الراجل جوميز طلبه عشان يشوفه. جوميز بيقول ان هو بيتطور مع الوقت. حالته البدنيه دلوقتي كويسه جدا. كلامي مع اللعيبه، بتكلم مع اللعيبه، بتكلم مع شيكابالا، بتكلم مع زيزو، بتكلم مع عبد الله، بتكلم كلهم بيجزموني ان هو ماشي كويس جدا في التدريب. وفي الكوره مفيش وسايط ولا في ضغوط. وانا عمري ما ضغطت ان انا اولادي يلعبوا، انا عمري ما كلمت مدرب قلت له العب ابني. حتى على مستوى، حتى على الناشئين بيلعب، حتى ابني لما يكون مثلا ما بيلعبش 3 4 ماتشات، بابا كذا، دي قصتك. انسى ان انت ابني. عايز تنجح، انسى ان انت ابني. علي يستحق الفرصه في الزمالك، لان انا في رايي هو افضل بكتير من لعيبه خدت فرصه، وافضل بكتير من لعيبه الزمالك اداها فرصه.